السلام عليكم. خلاص بقى الفاكهة ما شاء الله ملت السوق وبقت بكتير بقى وما شاء الله جميلة وشكلها كده مغري وجميل. فلازم بقى اول ما نلاقي الفاكهة كده ابتدت تنزل هناخد من كل موسم يعني او من كل حاجة ونخزنها بقى، تنفعنا لرمضان، تنفعنا الايام العادية خالص. نطلع مثلا كيس نعمله فاكهة تبقى حاجة طبيعية في البيت، احسن ما نشتري حاجات من اللي هي اللي فيها مواد حافظة والكلام ده كله. هنعمل النهاردة الجوافة بكل بساطة، تقدر تعيش معاكي من السنة للسنة كمان لو انت حابة تقعديها كمان. تمام. دلوقتي انا معايا كمية من الجوافة. بصي على حسب اللي انت حباه، يعني انت مش لازم تجيبي كمية كبيرة وتروحي حطوها. تمام. انا اول حاجة جبتها وغسلتها كويس جدا ونضفتها كمان، اهم حاجة تنضفيها من حوالين اللي هو العنقود اللي من فوق ده، لان بيبقى متراكم حواليه اتربه كده لازقه. تمام. فتغسليها كويس جدا. انت بتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، مثلا لو انت بتنزلي كل سوق مثلا كل فتره تجيبي مثلا 2 كيلو في 2 كيلو، على حد ما مثلا الجوافه لما تخلص يعني او تختفي من السوق هتكون عندك كميه حلوه. او ممكن مثلا تجيبي 5 كيلو ب5 كيلو برضو على حسب. يعني انا جايبه الكيلو ب20 جنيه، هي تقريبا اقل حاجه في السوق دلوقتي ب20 جنيه. فاللي هي دي اقل حاجه يعتبر. فعشان تجيبيها مثلا فمش ممكن ما تقدريش تجيبيها كلها مره واحده، فمثلا ممكن تجيبوا كيلو 2 كيلو كده يعني عادي. التخزين ده بالذات اللي هو ايه مش بيحتاج مننا اللي هو الكميات، ممكن ما نجيبش بكميات كبيره، نجيب على قدنا فتره بفتره كده لحد ما نجمع حبه حلوين عندنا. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا جبتها. بصوا انا ما بحب ما بعملها بس بطريقه بسيطه جدا، وده انا على طول بخزنها بالطريقه دي. بجيبها بغسلها كويس جدا، وبعد كده اروح جايباها مقطعاها انصاف او ارباع، يعني يبقى اللي هي الاجزاء صغيره يعني. وبعد كده بخزنها مفيهاش بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا، وبتقعد جميله جدا، وبتطلعيها من الفريزر كانها جايه فريش لسه جديده. تمام. المهم بس ان انت لما تيجي تخزنيها في الفريزر ما تطلعهاش وتسيبيها تفك، لا تنزليها على الخلاط على طول وهي مجمده عشان تدنها حلوه معاكي وتدنها كويسه معاكي. تمام. دي بالنسبه للطريقه بتاعتي اللي انا بعملها على طول. انما في ناس بتحب اللي هي تشيلها من غير البذر، انا بشيلها بحالها كلها اي حاجه، ما بشيلش منها اي حاجه. انما انت لو انت حابه مثلا او مش عايزه تصفي، ممكن من قبل ما تحطيها في الفريزر تروحي مقطعاها وشايله منها البذر، روحي مقطعاها كده انصاف برضو زي ما انا عملت بالظبط، وتروحي تشيلي منها الجزء اللي من جوه ده بمعلقه او بسكينه او باي حاجه، بعد كده تروحي شايلاها تخزنيها على طول في الاكياس بتاعتك عادي. بس يعتبر انا بحس انها بتهدر من الجوافه، وكمان البذر ده بيبقى فيه لحم يعتبر، فانت لما تيجي تشيليه او ترميه مثلا ما انت كده رميتي نص الجوافه، فيعتبر انا بحس انها كده ضاعت منها. فعادي احنا كده كده مش هيجرى حاجه، ده هما يعني الدرق اللي هنعمله او الكيس اللي هنعمله يعني هنصفيه في ساعتها على طول سهل. تمام. دول بقى الكميه بتاعتي كلها بعد ما خلصتها وقطعتها كلها، يعني دي كميه 5 كيلو. تمام. ال5 كيلو انا قطعتهم كلهم وزي الفل اهو ما شاء الله. هجيب بقى اكياس بتاعتي، انت عايزه تجيبي اكياس، عايزه تجيبي علب تخزين اللي هي العلب الشفافه دي، بصي براحتك على حسب اللي انت عايزاه او على حسب انت حابه تشوفي شكل الحاجه معموله ازاي. تمام. انا جبت الاكياس بتاعتي وهحط بقى على قد الكميه اللي انا محتاجاها، برضو انتي عارفة على حسب الكمية اللي عيلتك هتحتاجها. يعني انا الكيس ده ما شاء الله بيطلع معايا لو انا هعمل العصير يعني هو حلو زي ما انا وريتكم في اول الفيديو كده، بيطلع معايا 8 كوبايات حلو جدا. تمام. لو انا هعمله اللي هو البيوري اللي هو التقيل قوي بيطلع معايا 5 كوبايات جميل جدا وزي الفل. تمام. فانا يعني متعودة على اللي هو الكمية دي عندنا في البيت يعني. تمام. فهو ده الكمية اللي انا عاملاها ال5 كيلو، يعني هو مش ال5 كيلو كلهم عامة، يعني الحبة اللي في الطبق دول يعملوا كيس كمان وفي واحدة كم واحدة اتلقطت كده يعني على الجنب يعني، ف يعتبر كلهم ايه يعني يعملوا لك مثلا يكونوا يعملوا لي 8 اكياس ولا حاجة. تمام. بس اللي هي ايه يعني عملت 6 اكياس، ومرة تانية ان شاء الله برضو ممكن اعمل اجيب مثلا 5 كيلو تاني واعملهم سهلة، اللي هي كل ما تنزلي مثلا كده تروحي جايبه حاجه وتروحي شايلاها في الفريزر، هيوفر معاكي بدل ما تجيبي كميه كبيره وتحطيها مره واحده. تمام. انا حبيت اوريكم بقى دلوقتي
انها لما تيجي تتعمل كعصير يعني بتبقى جميله جدا، حلوه جدا، بالذات بقى لما تكون كمان طالعه متلجه بتبقى احلى واحلى بجد. يعني بتبقى عامله كده زي كانك عامله زي سموزي كده، بتبقى حلوه قوي. انا جبت بقى، بس انا كان عندي لبن بقى، فرحت حاطه جوافين 3 كده، رحت مقطعاهم، ورحت حطاهم في الكوبايه، وحط عليهم كوبايه لبن، ورحت ضربهم في الهاند بلندر، ممكن تضربيهم في خلاط في اي حاجه عادي. وبعد كده هصفيهم واصبهم بقى في الكوبايه بتاعتي، تبقوا زي الفل، واحلى احلى عصير جوافه بجد زي ما انتم شايفين كده. هو ده السمك بتاع العصير، ما شاء الله جميل جدا. وتقيل، مش خفيف على فكره، ده تقيل. انت لو عايزه تحبي تقليه اكتر فانت كده بتقللي كميه السوائل اللي هتحطي عليها، تمام. انما انا كده، ده حابه السمك بتاعه جميل جدا. لو انا حابه اعمله سموزي او اللي هو اللي زي بتاع الكافيهات، بتقل بقلل السوائل شويه بس، اكتر من كده ما بعملش، تمام. هو ده بس العصير الجوافه او الجوافه بتاعتي. لما تيجي تخزنيها، في ناس بتحب تخزنها بالسكر، اللي هي بتقطع الكميه بتاعتها وتحط ترش عليها شويه سكر وتشيلها في الاكياس، برضو ده كويس جدا وحلو، بس انا افضلت دي اكتر عشان ما تبقاش طالعه مسكره قوي لما اجي اطلعها من الفريزر. انا جربت ده وجربت ده، طريقتين حلوين جدا، بس انا حبيت دي اكتر، ودي يعني مش صعبه والكل يقدر يعملها. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش الاشتراك وتحطوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق حلو زيكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، والسلام عليكم.